كلمة للنائب المحترم المقرئ إدريس أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، إخواني النواب، يسعدني أن أتقدم بين أيديكم في إطار فصل 66 لأتحدث بكل أسف عن السلوكات الشاذة والعنيفة لمدير الحي الجامعي بمدينة الجديدة ضد طلبة جامعة شعيب الدكالي. ومدير هذا الحي منذ 5 سنوات يسير هذه المؤسسة العمومية بعقلية مدير سجن أو أسوأ، ويتحدى السلطات المحلية والوزارة الوصية والوزارة المعنية، ويتعامل مع الطلبة بقسوة وعنف وعدوانية غير مفهومة. من مظاهر هذا السلوك الغريب أن الحي الجامعي يعتبر بالنسبة إليه ثكنة عسكرية غير مدنية، أنه يطرد الطلبة لمجرد أنهم سلموا على طلبة مطرودين بتهمة نشاط سياسي، أن كل طالب يشك في سلوكه يتم احتجاز بطاقته ويهدد شفويا ويهان، أنه يرفض رفضا مطلقا الحوار مع الطلبة حتى باقتراح من السيد العامل أو بنصيحة من السلطات المحلية، أنه يستفرد بكل طالب تحت التهديد ويوقع تحت هذا التهديد التزاما مصادقا عليه لدى السلطات العمومية غير قانوني بإلزام هذا الطالب بأن لا يستعمل حتى الحاسوب اقتصادا في الكهرباء كما يزعم، أنه يشتم الطلبة علانية ويحقرهم جماعيا وأمام الجمهور، أنه يعتدي عليهم مع عصابة من الأعوان ويكسر عظامهم ويتسبب في خلع أطرافهم، وأنه يطرد كل طالب وقع على ما يزعم أنه مؤشر لنشاط سياسي، وهو مجرد ملف مطلبي بسيط يطلب فيه الطلبة فتح مطعم ويطلبون السماح باستعمال الحاسوب ويطلبون بالحد الأدنى من النشاط الثقافي. ثم إن الرشوة والابتزاز والواسطة للسكن في الحي الجامعي أصبحت شائعة على يد أعوانه، علما بأن الحي الجامعي غير مملوء، وأنه السنة الماضية بقي جناح فارغ يزيد على 60 غرفة 240 سرير دون أن يسمح لطلبة لهم الحق الكامل في ظل قانون 4 سنوات بالسكن، والسبب الوحيد دائما هو تهمة النشاط السياسي. ونحن كنا طلبة في السبعينات كانت الأحياء الجامعية تمور بالأنشطة السياسية أحيانا مبالغ فيها دون أن نرى هذا النوع من السلوكات. وقد كاتبت السيد العامل والسيد وزير الداخلية والسيد وزير التعليم دون أن أجد جوابا أو صدا، والأمر تطور تطورا خطيرا بدخول هؤلاء الطلبة تحت المطر والشمس والاعتصام في الإضراب عن الطعام، ودخول طلبة الجامعة جميعا في إضراب ابتداء من اليوم تضامنا مع هؤلاء الطلبة الذين لا يعلمون من ذنب لهم سوى أن السيد المدير قال لهم أنت في اللائحة السوداء وبه الإعلام، اللهم إن هذا منكر. شكرا السيد النائب.